من يردد أغاني أيوب طارش أعتبره، اسمحوا لي هكذا أقول، تافه. انقلوا عني هذه الكلمة، أن من يرفع أغاني أيوب طارش أغاني تافهة. أغاني أيوب كانت وطنية ولا غزلية؟ أغاني تافهة ولا يرددها إلا تافه. وأنت هذا الشيخ عبد الله العديني شيخ الترند. أنا ما قد شفته شيخ ليدور الترند ويدور السب والشتم لا ظهره إلا الشيخ هذا. أنا يشهد الله أن أنا أحترم المشايخ كلهم، بالذات مشايخ الدين، لكن الآدمي هذا بالذات دائما ما يبحث عن القضايا اللي فيها حساسية، اللي عارف أن الشعب كله بيرد عليه. يعني ترك الفقر والجوع والحرب والفساد والنهب والسرقة والقتل وانعدام الخدمات والمصايب هذه كلها، وراح ركز على من؟ على أيوب طارش. وينعت اللي يسمعوا أيوب طارش إنهم فاسدين، لأنه عارف إن الشعب كله بيرد عليه. اللي جالس بالحقول لا يسمع أيوب طارش، والمسافر لا يسمع أيوب طارش، والمغترب لا يسمع أيوب طارش، والعاشق لا يسمع أيوب طارش، والإنسان المسكين لا يسمع أيوب طارش. الشعب كله، والشعب كله لا يسمع النشيد الوطني، رددي أيتها الدنيا نشيدي. فايش هو راح مسك الجانب هذا عشان ايش؟ يطلعوه ترند. كل ما طفى عندها الترند راح يدور لمشكله وقضيه ينبشها عشان الناس كلها تتفاعل معه ويرجع ترند. هذا شيخ ترند، شيخ لا يدور المشاكل لا ظهره. خلصين عليك المشاكل، خلصين عليك القضايا، منبر تطلع على المنبر تناقش قضيه ايوب طارش. مثل ما تشوف لك قضايا الفساد، قضايا النهب، قضايا السرقة، قضايا المواطن اليمني المسكين اللي ما لقيم ويأكل. وانت شيخ ولك كلمتك ولك صيت عند الناس، رايح تناقش أيوب طارش وتنعت اللي يسمعوا أغاني أيوب طارش إنهم تافهين. ما هذا الحين تحمل. أمس هجمة شرسة عليه وهو مبسوط، على فكرة مبسوط طالما الناس جالسين يردوا عليه سواء بالسب ولا بالنقد. مبسوط مرتاح نفسيا، يموت بالترند، عاشق للترند الرجال هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله.